الزمالك يكتسح المصري برباعية في أول جولة ليه في مجموعة التتويج، ويحافظ على الصدارة ويوسع الفرق بينه وبين بيراميدز والأهلي. الزمالك يقسو على النادي المصري بهزيمة ثقيلة 4-1. سنتحدث كثيرا على ما يبدو عن الزمالك وعما يقدمه الزمالك في هذه النسخة الاستثنائية. أنا شفت كتير وقابلت كتير وشفت الزمالك وهو مكسر الدنيا، والزمالك بعون الله بأمر الله هياخد الدوري السنة دي، يعني هياخده. الماتش بيبدأ سخن في الدقيقة 4 بهجمة من البرازيلي بيزيرا، وهدف يتلغي للزمالك في الدقيقة 9 علشان تسلل، والمصري يصدم جماهير الزمالك ويسجل أول هدف عن طريق الزمراوي في الدقيقة 13 بأسيست من صلاح محسن. تاني صالح المصري، ادي التحضير، انطلاقه للمصري، محاوله الانطلاقه، الاختراق والتصويبه خطيره والهدف الاول. الزمالك يحاول يرجع الماتش بضغط عالي وهجمات ومطالبه بضربه جزاء، وفي الدقيقه 31 يتعادل الزمالك في عرضيه من بيزيرا ويسجلها عدي الدباغ. ملعوبه الكره تاني، ادي الكره الاماميه نكشه نكشه حلوه ولا لعيب خطيره، والتعادل ياتي للزمالك. وده الهدف رقم 7 للدباغ في الدوري، ويفضل الزمالك يضغط قبل نهايه الشوط الاول. وفي الدقيقه 44 ناصر منسي يحط الزمالك في المقدمه. النادي الزمالك خطيره بدون اوفسايد، ناصر منسي والثاني روعه، الزمالك هو الزمالك. وينتهي الشوط الاول بتقدم الزمالك 2-1. الزمالك يبدا الشوط الثاني على نار هاديه مع تراجع المصري، يسجل ناصر منسي هدف عالمي على طريقه الهولندي فان باستن من باهر المحمد. اول مره من دقائق كتيره يصل الزمالك تصويبه قويه والهدف العالمي ناصر منسي، وحسام عبد المجيد يختم الاهداف ويسجل الرباعيه. دي جميله وباضافه كبيره، تمشي على طول الكره الثانيه على طول خطيره والرابع الله، ويخلص الماتش وياخد الزمالك 3 نقط غاليين جدا، وناصر منسي يواصل تألقه وياخد رجل المباراة، وعدي الدباغ بيفرق بهدف واحد عن تريزيجيه متصدر الهدافين ب8 أهداف. الزمالك عنده مواجهة مهمة قدام شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر في نصف نهائي الكونفدرالية، ويرجع يلعبوا هنا في القاهرة علشان يتحدد مين هيوصل للنهائي. وبعدين الزمالك هيقابل بيراميدز في ماتش مهم في الدوري. الزمالك بيقرب جدا من حسم الدوري، تفتكروا هيحافظ على الصدارة؟ وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك وشير ومتابعة علشان يوصلكم كل جديد.